بسم الله الرحمن الرحيم. المنصة الكريمة، تحياتي لحضراتكم جميعا. السادة الحضور، المنصة الكريمة، تحياتي للسادة الحضور. المنصة الكريمة مع حفظ الألقاب والوفاء. السادة الحضور، بشكركم بالحضور وبشكر الدعوة الكريمة لهذا المؤتمر الجميل. الحقيقة موضوع الفساد ومكافحة الفساد ما هوش جديد. بدايته كانت من الحرب العالمية الثانية، لما عرفنا أساليب الطيران الحديث وإزاي الطيارات بدأت تعبر الدول وبيعبر معاها المافيا الدولية. كان مؤلف بيتكلم عن المسؤولية الجنائية في جريمة منظمة. المؤلف هنا كنت أنا بتكلم فيه عن الجريمة المنظمة، مفهوم يعني في الفساد، تقييم الفساد يعني، بس بشكل منظم. وده اللي احنا شفناه خلال القرن اللي فات وبداية القرن الجديد اللي هو 21، وازاي ان كانت الجرائم دي كلها كانت تبقى محلية يعني داخل الدول. دلوقتي بدأت تبقى عالمية، يعني بيسيطر عليها المافيا الدولية وحتى بعض الدول تسيطر عليها. فمن هنا بدأنا نشوف ان الفساد بدأ ينتشر في العالم، وكل دولة وحسب إمكانياتها من الجهد المبذول فيها في الفساد. حتى لما أشوف كده الأمم المتحدة في آخر تقرير اللي هي بتتكلم عن درجات الفساد في الدول، بنتكلم عن الأصل اللي احنا بنقدر عليه 180 دولة. الدول الأقل فسادا في العالم هي الدنمارك، فنلندا، ونيوزيلندا. الدول دي تقريبا ماشيه بشكل كويس ومحترف، والفساد فيها تقريبا الى حد كبير يعني منعدم. في الدول العربيه عندنا الامارات تعتبر رقم واحد في مكافحه الفساد، وترتيبها 26 عالميا، وقطر 40، وترتيبها ال 40 عالميا، والسعوديه وراها 53. مصر احنا بنيجي في ترتيب دول عربيه بعد السعوديه، لكن عالميا بقينا 108. كنا قبل كده 132 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه بيبذل جهد غير عادي، والاجهزه الرقابيه في الدوله بتبذل الجهد ده عشان تحارب الفساد في مصر. يعني انا برجع تاني بتكلم ان البدايه اصلا كانت مع الحرب العالميه الثانيه، ولما بدات المافيا الدوليه تتحرك من الدول، خاصه الدول الاوروبيه وروسيا واليابان وبعض الدول ديت، وبدات المافيا تتحرك في جميع انحاء العالم ومنها مصر. والغرض من تحركهم دوت هو الوصول الى صناع القرار والوصول لكل مؤسسات الدوله. يعني احنا اي دوله عايزين نخربها ونأثر على مشاريعها وما تحصلش فيها تنميه حقيقيه، بنشوف فيها فساد. طب ازاي؟ جميله. احنا عندنا 3 طبقات موجودين. الطبقه الاولى اللي هي تقود الدوله بكل قياداتها، والطبقه الدنيا اللي هي الصف الثاني اللي هي يعني زي المدرسين والموظفين الموجودين في كل المؤسسات الحكوميه. وبعدين عامه الشعب. يعني عامه الشعب هي مشاريع اساسي في الفساد. يعني لما يروح للموظف انا مش عايز اخد فلوس، لما كان معايا المستشار بيتكلم دلوقتي والتاني مش شرط فلوس، فاصبحت عادي. يعني عادي ان انا اخش في اي حته اي مصلحه ادفع فلوس. يعني زي ما بيطلع لها بقى لا، احنا شفناها في الافلام والتمثيليات ومواجهه الفساد. من هنا الامم المتحده 2003 عملت منظمه الامم المتحده عملت يوم العالمي لمكافحه الفساد. يعني السنه دي اخر السنه كده، فهو اليوم العالمي 21 لمكافحه الفساد. طب هو الفساد ده يعني هو مين اللي عامله؟ الفساد ده عايز هيك اي دوله ينشر فيها فساد ما بين الموظفين كبار وصغار والشعب نفسه. طب احنا بيحصل تقدم ازاي؟ لان احنا زي ما هنشوف دلوقتي بعد شويه ان بيحصل مشاكل كتير جدا نتيجه هذا الفساد. وجود الفساد وبنسب عاليه ومش بيسيطر عليه بيعمل مشكله للدوله، وبيعمل مشكله لقياده السياسيه في الدوله. يعني هو كل ما يطلع للامام هو مجهول ورا.
ليه؟ وشوفها لما لقينا السيد وزير النقل الفريق كامل الوزير يمسك وزارتين. وزاره خدمه النقل كان فساد فيها نوع، ووزاره الصناعه، الاثنين وزارتين تقال جدا. الوزارتين دول تقال. وزاره النقل كانت مدينه فوق ال 20 مليار. دلوقتي اتعكس الموضوع، الله هو الموضوع ما في فساد. الانسان ده داخل في الاهانات في الرشوه، داخل في اي حاجه. ما هو انا لما اهمل وتقول طول النهار شغالات تضرب في بعض، ما دي فساد. ده فساد. الجرائم داخله فيها كذا اتهامات القانون العقوبيه. طب لما بدا يمسك وزاره النقل فريق كامل الوزير، بدا يظبط هذه المواضيع كلها بالكامل. ولما حد داخل حسب اللي حصل دي ما كانش يعني كان في بالي بشري، هو الراجل توفى الله في التحويل العادي. لكن بدات المنظومه تبقى كويسه، بدا الشعب يشعر بان وزاره النقل بدات تبقى الى حد كبير بدات تخش على التراك الصحيح بتاعها، وبدات عائلاتها تبقى لاول مره يحققوا فيها ارباح، لكن قبل كده كانت خساره على طول خط. ويقيس على كده كل الوزارات. وزاره الصناعه نفس الموضوع. يعني اي مستثمر جاي، يعني انا دايما كنت في معظم اللقاءات السياسيه كنت بتكلم على ان احنا ازاي دوله زي اندونيسيا او الدول النمور السود اللي هم في شرق اسيا وبيخش لهم هم 100 مليار دولار استثمارات سنوي، واحنا مش مكملين 10 مليار كرسائل. ودي كان الرئيس مركز عليها جامد ده دي ان هو عايز يوصل ل 120 مليار سنوي. الرئيس الوزراء لسه فيها طالع المؤتمر كان بيتكلم عليها. سببها ايه؟ ان انا اروح عند مستثمر جاي من اي حته وعايز استثمر، اخش المكتب ده اخد بعض وامشي وما استثمرش. النتيجه ان ضخ الاموال اي الامر الصعب يعني في بلد ضعيفه، يعني يا دوب 10 مليار ويمكن اقل، وده مش رقم. دوله زي الدوله الامريكيه اللي جنبينا بيضخ فيها من 17 ل 20 مليار دولار. ليه؟ ده سؤال. انا قلت لك الدول اللي هي شرق اسيا دي، طبعا مش هتكلم على الصين بقى، الدول دي لا موضوع تاني. الاستثمارات كلها تبقى العقبه الوحيده هو العنصر البشري. يلفف حوالين نفسه وعايز تسعيد توقيع وعايز. لما تسهل المواضيع دي كلها يقف في مرحله واحده. الراجل معاه فلوسه جاي يستثمر. مش جاي هو يقول لك لو النبي اديني استثمارات من عندك، يعني هو ياخد دولارات من البنوك بتاعتنا، يبقى ما عملناش حاجه. هو داخل جاي بالاستثمارات الخارجيه. فده كله دي من عناصر الفساد، وما يطلق عليها بعد كده العولمه والعلمانيه. ما نفس الموضوع. العولمه الدول الاوروبيه حابب تحول كل الدول اللي هي دول العالم الثالث زي دولتنا يعني، وتحاول تنشر فيها مبادئها وقواعدها باسلوبها هي. يعني ده في مثليه يبقى عندنا مثليه زيهم. طب احنا دول شرقيه لينا طقوس لينا ديانات وبنحترمها والى اخره. لا انت بتخليك زينا. وبعدين طب الكلام ده ما ينفعش معانا. ونفس القصه العلمانيين اللي هم اللادينيين، يعني ما عندهمش دين. يقول لك احنا ما فيش ربنا، يعني لو في ربنا بنعترف بيها بس لينا موضوع تاني. الجزئيات دي كلها دخلت مع بعضها وشاركت مع بعضها، طلعت لي موضوع الفساد اللي احنا شايفينه دلوقتي، واللي احنا بنتكلم عليه ازاي نحاربه وازاي نقضي عليه. بياخد وقت، بياخد تدريب، ومحتاج تدريب. الموضوع ما هوش بالشكل اللي الناس متخيلاه ان في يوم، يعني بعض الكيانات الكبيره في بعض الهيئات الرقميه كان عنده بعض الملفات كتير جدا، وكان وجهه نظر يقول لك طب انا دول كلهم داخل سهوله. لا يعملوا ايه؟ وكل واحد بقى شايف المدير يقول لك انا داخل دول كلهم سهوله، ده انا اخر بيت الدنيا دول كلهم السجون وعيال واطفال والقصه دي. ما هي قصه احنا عندنا حتى في النظم في اللوائح العسكريه عندنا في وزاره الدفاع الرأي العام يعني انا باخد 2 3 وبعمل منابر. الباقي كله بيتكش وبيرجع لورا. مش محتاج ان انا اقول عندي نص مليون مرتشي وكل نص مليون حرامي ونص مليون اهدر البلد العام واختلس طبقا لتعريفات قانون العقوبات اللي في مصر موجود وقانون الاجراءات الجنائيه، ودي تدخل السجن.
يعني ما هو بيديني اللي بيسرق 10 جنيه زي اللي سرق 100 مليار جنيه، الاثنين زي بعض.